Ronaldo, Luis Nazario de Lima. Oh, il fenomeno, il fenomeno. المطرب الإنجليزي يقول nothing like the sun، لا شيء كالشمس، وأنا أقول لا شيء كرونالدو. بيليه هو نفسه الذي قال بأن رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي يستطيع أن ينافس إنجازاتي. هذا هو رونالدو الذي قال عنه جاري لينيكر: لم أرى شيئا مثل سرعة رونالدو بالكرة، إنه لا يقارن. الذي قال عنه كرويف: لا يمكن مقارنة رونالدو بأي لاعب في عصره. الذي قال عنه باتيستوتا: رونالدو هو كرة القدم، هو كرة القدم. الشهادة تأتي من أعظم هداف في تاريخ الكرة الأرجنتينية، رونالدو. والتمويه، الكرة بتتخلص في نص الملعب، الكرة بترسل عن طريق اللاعب كريستيان إلى رونالدو. استلام رونالدو، وزن ناقص لكن يحتاج يا سلام، تسديدة، يا الله يا الله. قدم اليمنى لا تشعر بأنها أصيبت مرتين، تسديدة وتصويبة كانت من القدم المصابة. هو كالفارس المثقل بالجروح، الفارس الذي أثقلته الجروح لكنه لا يريد أن يخسر. في كل بقاع الأرض كان واحدا من أهمهم هذا. مهاجم هو أفضل مهاجم عرفه التاريخ. رونالدو لولا الإصابات، أقولها وأنا متأكد مما أقول، لولا الإصابات لكان الحديث عن رونالدو شيء آخر، لكان فتنة في هذه الأرض، لكان فتنة في الكرة الأرضية. هذا هو رونالدو. شارع باسمه في مدينة بينتو التي ولد فيها، هناك شارع باسم رونالدو، وهو في كل فريق وفي كل نادي وفي كل بلد لعب لها فتح لنفسه الشارع. من شاهده في أيندهوفن، من شاهده في برشلونة، ماذا كان يفعل؟ ماذا كان يعمل في برشلونة في أول عام مع الإنتر؟ سيعلم بأن كرة القدم مع رونالدو كان لها مفهوم آخر، تفرض عليه رقابة. شوف الرقابة اللي على رونالدو وهو راجع من إصابة، وهو لسه وزنه ما وصل إلى الوزن المثالي، وهو مجرد أن يشاهد مدافع يكون سعيدا وتعيسا في نفس الوقت. يكون سعيدا لأنه قد يحصل على قميص رونالدو بعد المباراة، أو يقول في يوم من الأيام واجهت رونالدو. ويكون تعيسا لأنه يمارس عليه 90 دقيقة من الضغط، 90 دقيقة من التركيز، 90 دقيقة من التهديد. كانافارو كان يقولها أفضل لاعب في العالم. عندما كان يتقدم رونالدو إليه كنت أغمض عيني وأبدأ بالدعاء، وهو كانافارو. في الكرة هنا التمرير، وصل، يا سلام، يا لعيب، يا الله يا رونالدو. الكاتب الأردوياني إدواردو يقول إنه على الدوام يظهر لاعب بين اللاعبين لا يكترث للربح أو الخسارة، يتعامل مع الكرة بعشق، يرسم فيها لوحة إبداعية لا تكترث إلا بالجمال. أحد هؤلاء اللاعبين هو رونالدو. من يشاهد الآن ليس سوى 10%، 20% من رونالدو الحقيقي. والمحاولة تصبح عن طريق إلياس. رونالدو، استلام، تمويه مرعب، ما زالت له الهيبة موجودة. أحد الرسائل التي وصلتني ما بين الشوطين كان كاتبها يكتب بخجل: أنت تجامل رونالدو، أنت تجامل رونالدو. هكذا كانت وجهة نظره في إرسال هذه الرسالة. رونالدو ليس صديقي ولا أعرفه، بل إنه في المرة الوحيدة التي تقابلت معه فيها عندما حضر مع الميلان هنا في الإمارات، لم يكن استقباله الاستقبال الذي أنتظره، بل كان يتمنى ذهابي، بل لم يرفع وجهه إلى الصورة التي أردت التقاطها معه. ومع ذلك ما زلت أراه وما زلت أشاهده مختلفا عن الآخرين. هكذا رسخ رونالدو في سنوات عزه وسنوات مجده العرضية، تنويع في اللعب، ولكن الكرات المرتدة، ولكن الظاهرة قوية. الله، كاد أن يظهر
كاد أن يظهر وأن يتصدر الأخبار من جديد والعناوين من جديد. وصلت إلى دينتينيو، يرسل الكرة، هرب فيها، تقدم فيها، الظاهرة رونالدو بيلعب الكرة. يا رب يا الله، كم أنت مرعب يا رونالدو، حتى بعد كل ما مر عليك ما زلت مرعبا، ما زلت مخيفا، متسللا. شوف الكرة، شوف الاستلام، شوف الانطلاقة، شوف النهاية. حارس المرمى يبعد هدفا محققا لكورنثيانز وهدفا محققا للظاهرة رونالدو. مع الترويض والكنترول، وإلا لكانت هدفا يا رونالدو، وإلا لكانت هدفا، لكنه عائد. خدعوك فقالوا رونالدو لن يعود، لكن مرت من زمن هذه المباراة. استلام، تحضين، دورات، تمرير، سقوط. لا تسقط يا رونالدو، أرجوك لا تضع يدك على ركبتيك يا رونالدو، لا تغمض عينيك، لا تعض على شفتيك، لا تذكرني بأي ملامح ألم. ما دوغلاس راسية إلى رونالدو، استلام، يا سلام يا الله. لو عدت تجيب القرب من الكرة. شوف رونالدو حاول في اللقطة الماضية على طريقة رونالدو، ولكن المدافع كان قارئا جيدا، كان قارئا جيدا لمهارة رونالدو، لاستلامه، لمروره. لسه وزنه يبغي له 6 كيلو. طالبينك يا رونالدو، 5 إلى 6 كيلو طالبينك يا رونالدو، نقصها. شوف لك حل بأي طريقة. سحقا بكرة قدم لا تنجب مثلك يا رونالدو، حتى وأنت في دكة البدلاء الصورة ستلاحقك يا رونالدو. عشقناك بكل حالاتك، لاعبا، مصابا، موجودا، احتياطيا، اساسيا، دوليا، في اي نادي، حتى بعد ان تكون معتزلا. مرورا هذا رونالدو اللاعب الذي صرخ صرخة في ابريل لم تكن كذبة، بل كانت حقيقية يا رونالدو، كانت حقيقية. تاريخ 12/4 من عام 2000 فقط، ويومها الصرخ صرخة أسكتت 60,000 متفرج. الملايين تألموا في ذلك اليوم من الأحداث التي سأضمها إلى الأحداث المهمة التي حدثت في